يلا بينا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. ماشي يعني كل سنة وأنتم طيبين الأول. ويعني أول حاجة حابب أشكر الteam بتاع كيف بدأ، وشكرًا إنكم كلكم حاضرين النهارده. يعني إن شاء الله تبقى ورشة موفقة كده، وخلّينا نبتدي على طول في الموضوع. وهتلاقي الورشة متقسمة كذا جزء، في شوية تدريبات هنعملها في النُص، فيُفضّل طبعًا لو كل واحد معاه مثلًا ورقة وقلم أو حتى الموبايل عشان بس يحاول يكتب الأسئلة أو الnotes أو التدريبات اللي إحنا عايزين نعملها. طيب عنوان الورشة النهارده هو ببساطة في وسط الدوشة بتاعة الAI، في وسط الدوشة بتاعة الكورسات الكتيرة، الكلام الكتير، بقى في ناس كتيرة جدًا بتقول رأيها. ف فبنحاول النهارده نحط خطوط عريضة بحيث إن هو بس نعمل alignment إزاي تبتدي، إيه أفضل مثلًا course أو إيه أفضل كتاب and so on. وفي المثل اللي هو بتاع اللي هو اسمه إيه، ال اللي هو فاقد الشيء لا يعطيه. آآ أنا ده يمكن مُعترف بيه شوية، ويمكن هي مقولة ممكن تبقى تقيلة، ولكن يعني هاقول لكم كذا example ليه هي بالنسبة لي motive في الdesign. هنا ببساطة بنقول define yourself before you design your client's brand. طيب آمم خلّيني الأول أعرّفكم بنفسي. أنا علي نجيب، أنا بقى لي حوالي 18 سَنة في المجال. أكتر من 18 سَنة، ابتديت تقريبًا 2006. في وقت أصلًا الإنترنت كان اللي هو أنت بتconnect لسه على الخط الأرضي اللي هو 037 0 مش عارف 5000. يعني هاقول لكم رحلة كده سريعة. آمم في النُص بس الportfolio والكلام ده كلّه. أنا بصراحة مش عايز أخلّي الموضوع عليّا النهارده أو على حتى the board members. هي دي أنا co-founder فيها وcreative director. ده جزء من الpersonal branding بتاعي اللي related لthe board members، هنرجع له في النُص، بس قُلت بس أبتدي بيه. وهاحكي لكم القصة ليه أنا يعني عامل كده في الصورة وإيه اللي حصل، وإيه إيه الstory behind الصورة دي، وإيه أصلًا الinspiration اللي خلّانا نطلع بيها نبقى the board members اللي هي ب بتتكتب بالشكل ده، مش board اللي هي أعضاء مجلس الإدارة يعني. م هشام الماوس ظاهر صح؟ هو على الscreen فين؟ جميل، جميل. طيب ده snippet كده من شغلنا يعني كTPM. هو طبعًا مش updated، بس عايز أدّيكم snippet عن لمّا نيجي مثلًا نقول positioning أو الstyle بتاع الإستوديو بتاعنا أو الagency. لمّا هنقول cool فده الrepresentation أو الترجمة بتاعته بكل بساطة. طيب دي هنا أنا يعني خلّيت الpresentation كده تبقى خفيفة، مكتوبة بنفس اللغة اللي أنا باتكلم بيها، عشان لو حتى ما حدش معاه التسجيل أو معاه الPDF بس، تبقى يعني قريبة منه زي ما أنا باتكلم. طيب فأنا باقول ببساطة هات ورقة وقلم خلّيهم جنبك عشان هيبقى في كام تدريب في النُص. وعشان حتى لو عندك أي أسئلة ممكن نفتح الchat في النُص. طيب أول حاجة اعذروني لو في الPDF هتلاقوا فيه شوية غلطات إملائية. أنا قاصد إن هو يكون باللغة العامية عشان اللي يقرا الملف يبقى سامع الكلام زي ما أنا قُلته بالضبط. طيب تاني حاجة هاقولها دي يعني كل النصايح اللي أنا هاقولها أو كل الjudgment، كل الأفكار، كل الكلام ده كله، ده ببساطة من حُكمي الضيّق جدًا وتجاربي الشخصية البسيطة، سواء في مصر أو برّه مصر. اللي أنا حابّه إن أنت أول ما تسمع أي نصيحة، ببساطة تشوفها هي مناسبة مع ظروف حياتك، مناسبة مع يومك، مناسبة مع ظروفك المادية، مناسبة مع شخصيتك إلى آخره. ممكن أنا في حاجة أنا مستصعبها أوي، بس هي بالنسبة لك يعني بسيطة جدًا. مثلًا ما باعرفش أنظّم يومي، فأنت أنت شخص منظّم جدًا، فتعرف تحدد أهدافك وتخلّصها on time. أنا شخص باget distracted، لأ أنت بتعرف تركّز وتنجز. فببساطة شكِّك في كل اللي أنا هاقوله لحد ما توصل للحاجة المناسبة، الدرس ده هيفيدني والّا النصيحة دي مناسبة ليّا وهكذا. طيب
تالتًا يعني وده الأهم عشان ندخل بعد كده في الcore بتاع الورشة، أنا باقول دايمًا في 3 محاور if you mastered ال3 دول بجد الحياة تبقى سهلة على كل الجوانب. دي حاجة عامة مش حاجة بس related للbranding، دي هتأثّر عليك بشكل عام. أنا باقول إن هو دايمًا في 3 دواير، ال3 connected ببعض، في intersection ما بين ال3 متواصلين يعني. أول حاجة أنت، تاني حاجة الناس، تالت حاجة ربنا. خلّينا نقول ده محور كل شيء. أنت كان في حاجة كده مش عارف القول اتنسب لسيدنا علي، ما أعرفش الكلام ده صحيح والّا غلط، ولكن المقولة صحيحة جدًا. من عرف نفسه عرف ربه. آمم، كل بني آدم حتى بالcareer path بالحاجة اللي إحنا بنتكلم فيها بالأخص الbranding، أنت ما اتحطيتش في الحاجة دي من تلقاء يعني ولا حاجة. لأ، ده هي الشغلانة دي مناسبة ليك جدًا كشخص، مناسبة لتفكيرك، مناسبة إلى كل حاجة. طيب دي النظرة العامة. العمق بقى بتاع الموضوع إن أنت تعرف شخصيتك نفسها. لو هتلاقي مثلًا brand designer الbackground بتاعته مهندس، غير دكتور، غير حد مثلًا متخرّج من fine arts، غير مش عارف إيه وهكذا. فلازم تعرف أنت شخصيتك والله شخصية منظمة أو مش منظمة. فابتدي مثلًا أخش على تاني point لمّا ابتدي أتعامل مع الناس، إزاي مثلًا لو أنا هاlead team إزاي يبقى في task management واضحة، time management واضح، communication واضح، في system بتتعامل بيه مع الناس بحيث إن هو يسهّل الtask. ده هنا يمكن يعني individual skills، هنا soft skills communication skills negotiation skills، أي حاجة من الآخر هتinteract فيها مع الناس. لازم يعني تدّي كده من اهتماماتك جزء كبير من الموضوع ده. يعني معظم الdesigners مثلًا أو brand designers بالأخص هتلاقيهم مركّزين أوي ياخدوا workshops مش عارف إيه، عارفين designers جامدين جدًا ومتابعين مش عارف agencies and so on. طَب يا ابني متابع ناس بتتكلم مثلًا عن إزاي تضبّط الtone of voice بتاعتك؟ لأ. طَب متابع ناس related مثلًا للmarketing أو الnegotiation skills؟ لأ. ما هو يعني سواء أنت شغال freelancer أو شغال جوّه agencies، في كده اللي قدّامك يعني أيًا كان هو إيه، هو client. فإزاي يعني توصل للpoint اللي أنت عايزها من غير ما تبقى عارف مدخل الراجل ده، وتبقى عارف إيه نُقط القوة اللي عندك وإيه نُقط الضعف. فعشان ما نطوّلش by all means حتّة الناس دي لازم تسيب مساحة كبيرة أوي في اهتماماتك إن أنت اللي هي الsoft skills بأيًا كان بقى تعمُّق. ربنا دي بقى يعني مش هنغوص فيها أوي، ولكن لازم تفهم إن هو لو اعتمدت على دماغك أو اعتمدت على خيالك الفظيع أو قوتك أو شطارتك إلى آخره، هتوصل في مرّة تبقى يعني عندك فتور، ضعيف، مودك، كل بقى الحاجات اللي هي فيها ضعف. فهنا ربنا اعتبره إن هو يعني اللي بيمدّك بالطاقة، بيمدّك بالعون، بيمدّك بالبركة وهكذا. فلازم يبقى محطوط في جدولك، محطوط في تفكيرك، محطوط في نيّتك، عشان في الأول وفي الآخر يعني حتى ده من الأسئلة اللي جاية، أنت ابتديت ليه؟ وهناخد تدريب كده سريع، فيعني الجزء ده يطول شرحه، بس يعني كل واحد يبقى حاله مع ربنا يضبطه عشان هتلاقيه بيضبط لك يعني باقي يومك وباقي يعني ترتيبات حياتك كلّها إن شاء الله. طيب خلّينا نبتدي كده الورشة بسؤال مهم أوي. لو أنت brand هتبقى عامل إزاي؟ خلّينا ناخد دقيقتين لو شايف يا هشام إنه مناسب نفتح الكومنتات لو حد عايز يكتب عينيا بعد دقيقتين وصف و عينيا كهو كده عينيا يبقى كتر خيرك. فتحت الكومنتات يا كبير. معانا دقيقتين إحنا. الشات تلاقي أيوه، افتح الشات أيوه ودي اكتبهم يا كبير. طب خدوا دقيقتين كده. يا عم في صوت ازاي؟ مفيش صوت. افتح وخش اطلع واطلع تاني والنت عندك في حاجة.
تركزش انت مع ما فيش صوت دي خالص، هي تمام. ازاي ما فيش صوت؟ ما الراجل كان ما بيكتب فيش لك. صوت عندي. لا، في صوت، انا سامعك وارد عليك، الصوت تمام، كله كتب الصوت تمام، في صوت شغال. اكتبوا طيب انتوا يا شباب، ركزوا بس مع التاسك، يعني اللي عنده مشكلة في الصوت هي مشكلة النت عنده مش مشكلتنا، فانتوا ركزوا في التاسك اللي الاستاذ علي ايه طالبه. احسب لهم 2 مينيت يا استاذ عمرو. يلا. مش حلو البتاع طيب يلا. السويتش تايم دي، هعملها والله حلو. انا مش عايز اقول يعني ايه براند، ولا كل واحد شايف البراند ازاي، عشان كل واحد يكتب بالمفهوم بتاعه. آه، اهم حاجة في السيشن عشان هي فيها كذا تدريب، هو اخر سلايد هتلاقوها بتقول اغبى منك ووصل. ف it's okay ان انت تسأل اسئلة تحس ان هي غبية. مفيش حد يعني في ناس من الموضوع ده عادي، بنسأل أسئلة غير منطقية، ممكن تبان غير صحيحة، فقول كل الإجابات اللي في ذهنك. المفروض إن أنت تكون عفوي تمامًا، وتقول أنت شايف نفسك كbrand عامل إزاي، كل صفاتك بكل الattributes بكل إلى آخره. لأ، استفيضوا في الكلام، يعني اللي هيكتب يكتب جملتين، 3، 4، 5 عادي براحتكم. جميل، أكون براند كول لذيذ التعامل مع الناس، وكمان منظم في الشغل وكلين. جميل. أبقى براند مليان ألوان ورسومات كتير وجريء وباين إنه بيحب الحياة. أكون براند نباتات بتستهدف الناس الرايقة. ماشي. ماشي هيجيلك والله. ناس رايقة خالص. لو بقى براند هبقى هادي ورايق. هكون أوريجينال، حلوة دي. براند هادي من بره وتقيل من جوه، ميزعقش ولا يجري ورا الترند، زي حد فاهم يحس بقيمتك من أول نظرة. طيب جميل. هكون براند بيستهدف الفئة. ماشي، عايز تجيب فلوس انت على قد دي. ماشي. طيب، براند روحه حلوة وخفيفة، بيقدم للناس جميلة. يكون في روح، بيقدم قيمة للعميل يتبسط بيها. مش سمعت السؤال لو انت براند هتكون ايه؟ تكون ازاي؟ تكون نعمل ايه؟ تكون براند تايه ومشتت، وهكون محتاجة حد يحطني على الطريق. مش funny brand in an elegant way. حاسة اني هكون براند في نوستالجيا، بيعبر عن الناس قريب منهم. بحب الناس اللي بتعمل سكتشات. حكيم منظم محترف، بفهم كل شيء، نظيف، مستمع جيد، حل المشكلات. حلو أوي يا نصير. محمد السيد أحمد ناصر. طيب جميل، 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 جميل. اقفل ماشي. الشات. يعني الإجابات أكتر ما أنا كنت متوقع، دي حاجة حلوة. اقفل الشات. خلاص كده. ماشي يا كبير، حاضر. ماشي. زي ما انت أعتذر لو شايف، في كان حد زي ما انت. بيكتب. طيب. أعتذر لو كان في حد بيكتب وقفلنا عليه الحنفية. طيب، أول حاجة أتمنى إن الناس تكون بتتكلم بنفس القوة بتاعة الtext، يعني affirmative واضحة، و وما بتكسفش، لإن أنت كbrand designer من أهم الحاجات اللي المفروض تبقى عندك كskill إن أنت تعرف تعبّر عن رأيك. آمم، الناس actually بتيجي تدفع لنا عشان إحنا بيبقى لينا رؤية معيّنة،
وبنعرف نصيغها بشكل بصري وبشكل فيه narrative أو بنعرف نحكي القصة بطريقة لذيذة. طيب أنا هادّيكم example كده يعني هيبتدي يlink ما بين الواقع والخيال. آمم دي ببساطة أنا قُلت هاكتب keywords بتصف الbrand بتاعي اللي هو أنا. شكلي عاملة إزاي. أول حاجة قُلت عليها إن أنا freestyle. أنا عندي عشوائية، باحب أساعد الناس في الجمال، creation، kind. باحب أorganize الحاجات جدًا. باحب ألعب games، باحب الcrafting، باحب الpsychology، باحب الlogic، باحب الstorytelling، باحب الجزء الspiritual، باحب يكون في عمق في الconversation. passionate عامةً في أي حاجة باعملها. طبعًا الart والdesign دول يعني حاجة من اللي أنا very obsessed فيها في حياتي. باحب أconnect الحاجات ببعضها، سواء في قصة، سواء في حلول whatever. طبعًا كتبت متواضع يعني عشان دي من الحاجات اللي أنا طبعًا يعني المهم ما علينا. humble عشان هو يعني أنا باحاول يعني يمكن دي من الدروس اللي هي side talks بس باحاول دايمًا أتقل الego بتاعي، فاحط وشي في الأرض، فدي باحطها إن هو جزء من شخصيتي عشان ما أجيش في يوم من الأيام أشوف نفسي حاجة أو كده يعني، بغض النظر أنا وصلت لإيه والّا عملت إيه. باحب الدراما جدًا. ويمكن من الحاجات المهمة أوي في شخصيتي إن أنا challenger، يعني باحب دايمًا أتنافس مع الناس وهكذا. طيب الslide اللي بعده وده حاجة مهمة وظريفة شوية. بعد ما كتبت الكلام الجميل ده قُلت لمراتي قولي لي إيه رأيِك فيّا بدون يعني ما تفكّري خالص. يعني قُلت لها يعني قعدتها كده قُلت لها يعني هاسألِك سؤال وتقولي على طول بعديه 10 كلمات من غير ما تفكّري في أي حاجة. فكانت أول حاجة إن هي قالت جرافيتي. جرافيتي اتبسطت أوي إن هو أول كلمة أنا كنت شايف بيها نَفْسي اللي هو freestyle اللي هو actually منبعه الجرافيتي بالنسبة لي. تاني حاجة أنا باحب فعلًا الطرطشة في الcalligraphy أو في شغلي يعني أي حاجة في اللوح اللي حواليّا anyway هتلاقوا فيها طرطشة. bold إن أنا دايمًا هتلاقي في الstyle بتاعي في الgraphics هتلاقي الحاجة كبيرة. الfont فعلًا bold وهكذا. أنا باحب أعرف الrules وبعد كده أكسرها. perfectionist ودي حاجة مش دايمًا سليمة، بس يعني موجودة. لو هاعمل brand هيبقى اللون الأساسي هو الأسود. street wear عشان ما باحبش خالص البِدَل. premium عشان باحب الحاجة تكون يتاخد فيها كل الوقت المطلوب ويبقى ليها معنى واللي يبقى ليها قيمة إلى آخره. friendly عشان يعني أنا باحب أبقى قريب من الناس. أنا بيقولوا يعني people's person. international دايمًا الحمد لله عندي الstandards العالمية. local communication أنا باحب برضه أكون سهل وبسيط من غير ما أجعلص الدنيا. طيب ده ليه الexercise ده؟ أنا آمم حابب أنت تعمله مع يعني ناس يكون قريبين منك يبقوا هم مرايتك، عشان دايمًا إحنا بيبقى في عندنا تخيُّل في دماغنا صورة إحنا مكوّنينها لنفسينا، ولكن اللي ظاهر للناس حاجة تانية خالص. طيب الكلام ده يبدو إن هو مُعقّد أو نَفْسي أو اجتماعي أو كده، ولكن أنا هاسقطه دلوقتي على الtouch points بتاعة الbrand designers. وعشان كده كنت باسأل أنت كbrand المفروض تبقى عامل إزاي. فأنت كل اللي أنت قُلته ده لو أنت قُلت إن أنت منظَّم ومامتك مثلًا أو مراتك أو أخوك قال إن أنت غير منظَّم، اعرف إن كده في خلل، أو إن اللي أنت بتكلمه مش ظاهر. طيب مش ظاهر ده somehow هيظهر للclient. اللي إحنا الexercise اللي إحنا بنعمله ده بنحاول نعمل bridge ما بين أنت شايف نَفْسك إزاي كbrand designer والclients شايفينك إزاي. يعني أنت بتقول إن أنت منظَّم وجامد. طيب هل وأنت داخل مع الclient أوراقك متستفة صح؟ يعني مثلًا الproposal بتاعك واضح. terms and conditions واضحة. payments واضحة. ما فيش حاجة مثلًا في الإيميل هييجي الclient ييجي يسألك عليها تاني يقول لك لأ ده البند ده مش موجود، أو أبعت لك فلوسك على إيه، أو طب سعرك، طب الrate card. طالما أنت بتقول أنا منظَّم دي يبقى لازم يبقى ده الclient هو اللي يقوله. يعني كان حتى دايمًا اللي هو بيقولوا الbrand إيه it's a gut feeling. المفروض أنا أول مثلًا ما أقول هشام أو أقول أحمد أو أقول أيًا كان اسم designer في الmarket
في صورةٍ ما بتتكوّن عند سواء أنت في الcommunity designers أو حتى عند الclients. فهنا اللي إحنا بنكليمه لازم يبقى هو اللي ظاهر عند العُملا. طيب دي الtouch points اللي إحنا بنعملها لأي brand. آآ literally كل حاجة، يعني إحنا في براندات كتيرة أوي تfocus على الproduct والتصنيع ويجيب مصنع ومَكَن ومش عارف إيه والكلام ده كلّه، بس مثلًا ممكن ما يهتمش بخدمة العملا، ممكن ما يهتمش بخدمة التوزيع المنتج بتاعه، ممكن ما يبقاش مهتم مثلًا بإن هو لمّا ييجي يبعت الحد بتاع الsales مثلًا معاه presentation تقرف، فييجي يحاول يبيع المنتج بالpositioning أو بنفس الquality اللي هو بقى مهتم بالتفاصيل التصنيع، ده أنت هتشرب منتج والّا هتحطه على إيدك هيبقى واو! تلاقي الpresentation معفنة وشكلها يقرف، وبتاع الsales يبقى داخل فاهم يقعد مع حد كبير مش عارف يقفل deal، لإن بتاع الsales مثلًا ممكن ما يبقاش شكله مناسب، اللي أول حد بيpresent الbrand مش زي ما أنت مثلًا مهتم بالمنتج. الpresentation أو البروشور أو لأ ما فيش. طب يا معلم أنت في إيه؟ حُط أنت نَفْسك مكان الbrand. إحنا لو تفتكروا عنوان الورشة النهارده define yourself. إحنا النهارده بنشتغل على نَفْسينا قبل ما نشتغل على شغل العملا من الآخر. طبعًا يعني أنت ك ك يعني كbrand أو كpersonal brand أيًا كان بقى أنت عايز تسميها إيه. أنا خلّينا نقول إن هو أنت كbrand designers مش كل الtouch points دي يعني أنت هتبقى مضطر تعملها، بس عادي لو أنت عايز تطلّع فكرة لكل فرع من ده عادي هتطلّع، يعني packaging عادي ممكن تعمل notebook ظريفة مثلًا زي ما كان في الevent الأخير بتاع كيف بدأ، كان من الحاجات الجميلة اللي هو عملوها مثلًا شنطة عاملين 2 notebooks مثلًا وفي مش عارف اللي هو بتاع اللي بتفصل الورق دي. فده مثلًا ليه علاقة بالpackaging، فده مثلًا كيف بدأ covered مثلًا جزء من الtouch points بتاعة الbrand. مثلًا الwebsite أو خلّينا نقول social media بينزّلوا content باستمرار وعرف يومه مثلًا كoperation لأ يجمّعونا، فعندهم مثلًا الservices بتاع organizing an event is very good. ممكن مثلًا يبقى بيبعت لك بعد الsession إيميل مثلًا فيه الPDF دي، فهو عنده مثلًا direct email يعرف يreach الناس، عنده الword of mouth ما بين الناس دِب، 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 دِب. الحاجات اللي أنت قُلتها على نَفْسك قِسها بقى على الكلام ده، يعني جميل أنا مثلًا خلّينا نرجع لأي comments من اللي موجودة. أنا يعني هاختار أي حاجة عشوائية عشان بس ماشي، أنا هاختار أكبر جملة. أنا مثلًا ممكن هاكون مش brand على قد ما عايز أكون مؤسسة تعتمد على أكتر من خدمة أقدّمها زي marketing agency، عشان أنا ما أقدرش أشتغل على جزئية واحدة بس، باحب أشتغل على أكتر من حاجة في نفس الوقت. يعني خلّينا حاجة تانية عشان دي هتفتح في موضوع التخصصات وإن أنت لازم يعني لازم شوية تبقى مُحدَّد في أنت عايز تعمل إيه. آآ جميل ماشي. براند قصص أطفال بديلة لمارفل، تزرع مفاهيم إسلامية وملابس محجبات وتكون خامة مقابل سعر دون مغالاة وجودة خامة. جميل، جميل. أنا عايز حاجة تانية تكون pure brand. ماشي، دي مناسبة أوي. طيب لو هاكون براند بروح حلوة، وباحاول أنشر البهجة دايمًا على الناس وأدّيهم طاقة إيجابية عشان أخفف عنهم متاعب الحياة، وبستايل حركي وألوان. طيب دي يعني نية جميلة جدًا. طيب خلّينا نقول بقى إن هو إحنا كbrand هاطبّق الكلام ده كلّه، فممكن بقى يطلع أفكار لحاجات charity، إن أنا أعمل workshops مع الclients for free whatever. آآ by all means عشان مش عايز أتعمّق بزيادة في الحتّة دي، أنت لازم كbrand تقيس إن أنت على أرض الواقع مطبّق إيه من الحاجات دي كلّها، عشان من الآخر لو أنت طبّقته على نَفْسك نرجع بقى للمثل اللي هو فاقد الشيء لا يعطيه، لو أنت طبّقته على نَفْسك ساعتها أنت خدت badge عند الclient إن هو الراجل ده فعلًا يعرف يوصّلني لنَفْس اللي هو وصل له، يعني أنت أحسن example للي أنت عايز تقدّمه من الآخر.
طيب خلّينا مثلًا for example حاجة يعني بتحصل، إيه الpositioning بتاعنا أو التموضع بتاع the board members. يمكن حاجة قريّبة من اللي أنا لسه قاريها في الchat. إحنا فعلًا واخدين الagency إن هي حاجة تبقى قريّبة للclient. يعني إحنا بنقول we care we do care. يعني ما عندناش قصة بقى اللي هو دخّل pipeline واحرق وقدّم يا ابني وبيع البيعة وبلوِّ الclient ومش قصة الاشتغالات السيئة للأسف في agencies كتيرة بتخلّي الدنيا ما فيش أمانة شوية، ما فيش مسؤولية، ما فيش integrity عالية. فإحنا بندخّل عدد مشروعات قليلة أوي، بحيث إن إحنا ندّي الاهتمام الكافي، بحيث إن هو الحمد لله منتج ينزل يviral عشان هو أي حاجة تدّيها اهتمام يعني لازم ولا بُد إن هي إن شاء الله تنجح يعني. طيب we inspire brand owners consultancy how. يمكن بنفس الجملة اللي اتقالت في Discord. إن إحنا بنحاول فعلًا ندّيهم طاقة إيجابية، بنconsult them لو في حاجة في سفرنا أو في منتج عدّى علينا بنرشّحه ليه وهكذا. بنقرّب من الbrand owners وبنحاول نساعدهم على قد ما نقدر بأفكار أو يعني inspiration and so on. دي حاجة مهمة جدًا. we choose the brands اللي هي products بتقدّم products أو services that we actually love. أنا من مُحبّين البرجر والبيتزا جدًا. فكان عندي target إن أنا هاشتغل مع مثلًا أكتر brand أنا شايفه لذيذ وباحب الquality بتاعته وباحب الstyle اللي هو مثلًا ويليز. البيتزا مثلًا شغّالين مع بريموس. آآ دي بس مش فكرة إن أنا بس باحب الproducts أو باحب نوعية الbrands دي. أنا باقدر ببساطة أدّي له حُكمي الحقيقي كعميل. يعني أنا ليه شاطر في الحتّة الFNB مثلًا، لإن أنا الtarget audience بتاع البراندات دي. فلمّا باجي باعمل survey أو بادّي له رأيي، لأ بيبقى honest opinion كإنّي فعلًا زبون نزل قعد عنده في الصالة وخَد الfull experience وبس الفرق المختلف عن أي زبون عادي إن أنا باعرف أكوّن رأي، باعرف أقول له دي غلط ليه ودي صح إيه ويعمل إيه وإيه البديل إلى آخره. طيب ده أنت ممكن إيه يفيدك كbrand designer. كل الناس اللي قالت مثلًا حاجات ألوان وحاجات مش عارف إيه وإلى آخره. آآ ما تجيش مثلًا أنت بتاع ألوان وتيجي مثلًا تشتغل في حاجة luxury. يعني إحنا مثلًا الstyle بتاعنا لو تاخدوا بالكم في أي حاجة هتلاقي مثلًا الحاجات فيها complex شوية. في layers وفي شغل وفي animations وفي مش يعني we don't do luxury ببساطة شديدة يعني. هتلاقي في حاجات overlapping في ستايلات في مش عارف إيه، بس الquality مش أحلى حاجة، بس يعني you can tell إن هو إحنا بنعمل set of combinations كده اللي هو لأ it's not luxury. فأنا بالنسبة لي لمّا بييجي لنا actually حاجات luxury يعني مش بنبقى متحمسين ليها أو مش بنشتغلها أوي يعني. دي مهمة. ولو تفتكروا البند اللي هو كنت باقول لكم من عرف نفسه آآ عرف ربه. أنت لو عرفت إن هو مثلًا أنا باحب الحاجات الcool خلاص أنت اللي هتحدد البراندات اللي أنت بتحب تشتغلها، عشان تبقى قاعد شغال وأنت مبسوط ببساطة شديدة. فدي هنا ليها علاقة شوية بإحنا إيه، وعلى أساسه بنختار العملا بتوعنا من الآخر. طيب ماشي، من غير ما حد يستخدم ChatGPT أو يجوجل. خلّينا ممكن يعني نفتح الكومنتات دقيقة، عشان لو حد عنده معلومة. يا اتش معايا؟ اف طيب ماشي. كيف بدأ؟ حد عارف كلمة brand أو branding جاية من إيه؟ ما حدش يجوجل، واللي يبقى عارف ماشي خلاص. طيب خلاص كويس، أنتم شطورين على فكرة. خلاص خلّي الchat يعني عشان لو في حد ماشي. هي فعلًا زي أول كام comment ما اتقالوا.
هي كلمة brand جاية من كلمة brander، هي في اللغة اللي هي الNorse، ما أعرفش النوردية أو النوردية، مش عارف القديمة، معناه إن هو فعلًا بتحرق. هي كان ببساطة إن هُم عايزين كل واحد مُربّي ماشية، كانوا بيعلّموا على الحيوان عشان يحددوا الملكية إن هو ده القطيع بتاعي، وتبقى اللي هو يعني خلاص الجاموس بتاعي أو الخروف and so on. طيب دي اللي كنت باقول عليها، برضه ليها علاقة شوية يعني بمعرفتك أنت بنَفْسك. أنت ابتديت في المجال ده ليه؟ النيّة دي أو الدافع ده كل أمّا يعني تُقع في situation مش لذيذ أو ييجي لك إحباط أو الclient يقرص أو الدنيا whatever أيًا كان إيه مشاكل تظهر لك في الحياة، النيّة هي اللي بتحرّكك تاني. ف لو حد عنده يعني عايز يshare نواياه في الchats عادي، إحنا كلنا نتكلم مع بعض يعني. آمم، طيب دي حاجة يعني ركّزوا فيها والله عشان يعني بيفوت سنين والواحد بيتوه، خصوصًا في الزمن ده. أنا كنت باقول لكم هاحكي لكم يعني آآ، زمان في 2007 لمّا كنت يعني اللي هو يا دوبك بس عارف إن في حاجة اسمها paint، وبعد كده لمّا عرفت photoshop دي كانت يعني طَفرة. كانت 2006 والكلام ده كلّه، كان ما فيش بقى الonline courses والحاجات اللذيذة اللي حاصلة دي، بس كان في حاجة مفتقدينها عن دلوقتي، إن هو كان بيبقى عندي track واضح. يعني كنت بتبقى صعب أوي تجيب course، كان ساعتها في حاجة اسمها ليندا والّا مش فاكر اسمها إيه، كان إن أنت تشترك فيها ويبقى عندك فيزا والّا تقعد مع حد يعرف أصلًا يaccess إنترنت سريع وينزّل لك الcourse، بتبقى حاجة عظمة. فكان بيبقى عندك حاجة واحدة بس تذاكرها، course Photoshop صور أو فيديوهات، ده أنت لو كده جامد يعني. الفترة دي في يعني تشتُّت شوية بموضوع الAI، في حاجات بتفوتنا كتير، في حاجات كتير، في كورسات كتير، في تخصُّصات كتير إلى آخره. فالنقطة الفيصلية هنا إن التعليم مهم، ولكن إن أنت تطبّق الحاجة دي هي الأهم بكتير جدًا، هي دي اللي هتعمل لك career، هي دي اللي هتبني لك شخصيتك، هي دي اللي هتخلّي عندك style مميز إلى آخره. فكان حتى هشام بينكشني قبل الورشة، فكنا بنقول لحد إمتى هتفضل تجمّع كورسات. أنا مش باعمّم طبعًا، يعني مش كل الناس اللي حاضرة عندها الcase دي، بس أنا قصدي يعني حاول تحذر من الحتّة دي عشان التشتُّت بيطوّل الموضوع شوية. في أي حاجة عايز توصل لها أو أي هدف هتحطّه، لو اتشتِّت. أنا والله كنت حاطط على الbackground عندي على اللابتوب كنت حاطط no distractions، عشان بس دايمًا تفكّرني بالسبب ده، اللي هو أنت بتصحى يعني لازم يبقى عندك أهداف واضحة وهكذا. طيب أنا يعني ده يمكن من أكتر الكُتب اللي شايفها بتعمل guidance كويس أوي، وبتلِم كل حاجة محتاج تعرفها عن الbranding. أظن إن هو موجود فيه كذا edition عربي. هو في 5 editions أو actually 6 بعد أمّا السِت ماتت اللي هي إلينا ويلر، نزّلت edition. هو ده كتاب اللي هو اسمه إيه، designing brand identity. ده الedition الأخير اللي هو حاج روب ده. الباقي كلّه كان مع إلينا بس. هُم يعني ال6 قريبين من بعض، مع اختلاف بس يعني بيبقى شوية حاجات في الquotes في الcase studies وإلى آخره، لكن المحتوى الرئيسي هو ثابت. أعتقد ده يمكن أكتر cover ما اتشاف ده وده. آمم، بس فهتلاقوني واخد كذا screenshot منّه. هو ده نفس الscreenshot أظن، بس دي كانت من edition تانية. طيب هنا أي تساؤل عندك عن الbrand، إيه الفرق ما بين الbrand وإيه الفرق ما بين الbranding، إيه الbrand strategy، إيه الsteps، إيه اللي مش عارف إيه، الكلام ده كلّه هتلاقي definitely الكتاب ده رادد عليه. فلو يعني أنصحكم نصيحة، بلاش تشتُّت، بلاش كورسات كتيرة، بلاش، خلّص الكتاب ده الأول والله وهتطلع دماغك متنظّمة. هيبقى عندك process واضحة. يعني هو هنا مقسّم الكتاب ل3 حاجات، للbasics والprocess، وده هنا الbest practice case studies.
بعد الprocess دي يعني أضمن لكم إن أنت هيبقى عندك your own style. يعني هنا أنا كاتب كام نقطة تانية بس نرجع لها يعني. فby all means هتلاقيه مثلًا هنا شارح إيه الفرق ما بين الbrand وإيه الفرق ما بين الbrand identity. طبعًا يعني بما إنكم ما شاء الله شكلكم كلكم شطار، فالحاجات دي مش عايز أقعد بس يعني أسترسل فيها، بس هتلاقي إن هو أي إجابة مش مهندمة عندك أو مش واضحة 100% هتلاقيها موجودة في الكتاب ده. طيب أنا شخصيًا باتعلم من مين؟ آآ أكتر source يعني يمكن فادني كadvanced level right aligned. أظن إن هي بقت معروفة مؤخرًا. آمم طيب دي اللي هي فيها الagencies العالمية بيطلعوا يشرحوا مثلًا case study معيّنة، هتلاقي في بقى براندات كبيرة زي كوتو مثلًا. Thank you, mate. في فيديوهات مثلًا أكيد طبعًا شُفتوا الbrand اللي هو اسمه What we Wave. do for the immersion. فهتلاقيهم بقى بيشرحوا بيقول لك والله ودي الdirections اللي قدّمناها ودي الmood board وقدّمنا مش عارف إيه. فمهم أوي، 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 أوي إن أنت تعرف الناس دي فعلًا ابتدت من إيه، وإيه فايدة الاستراتيجي، وإيه فايدة مش عارف الmood board وإيه مش عارف إيه، وترجموها إزاي إلى آخره. فدي من الحاجات المهمة أوي كأي source للتعلُّم، تشوف الناس العالمية بيتناقشوا إزاي إلى آخره. فيمكن دي أنا حاططها في الأول عشان هي دي أكتر حاجة engaging أو فيها examples كتيرة أوي تتعلّم فيها. تاني حاجة دول عشان باحبهم يعني على الصعيد الشخصي كريس دو. كريس دو is a very good example لأي حد إن هو تقدر تعملها من الآخر، يعني سواء كcontent كdesign إلى آخره. لأ تقدر تنجّح المنتج بتاعك، خصوصًا إن هو ابتدى يعني على سِن كبير. فممكن تتابعه شخصيًا وممكن تتابع الchannels بتاعته. Ben Burns برضه من الناس اللي تتعلّم منها حاجات technical جميلة جدًا. Master Academy من الناس الهايلة اللي بتتكلّم في النظريات وإزاي بقى كbrand strategist ت يعني توسّع الأفق بتاعتك ويبقى عندك يعني خلّينا نقول وعي كبير أوي بإزاي تخلق brand وهكذا. Will Peterson أو Peterson ده برضه من الناس اللي هو يعني بيحمّسوني أنا شخصيًا اللي هو أطلع أتكلّم talk زي دي مثلًا. للأمانة برضه طول ما أنت بتذاكر الحاجات دي وتقعد تحضّرها وتفيد الناس أو تshare مع بعض سواء بقى على scale الضيّق scale الواسع تعمل content whatever. دي أنت شخصيًا يعني بتعلّمك كتير أوي، إن أنت تقعد تجمّع الsources وتحضّرها مثلًا دي من الحاجات الظريفة. فده بالنسبة لي very good example. في ناس كتير على الساحة الفترة دي يعني الحمد لله ربنا كارمهم بيطلعوا يتكلّموا. دابي دي من الناس يعني عندها فلسفة قوية أوي في الdesign. في عندها blog كده أو podcast من أقدم الpodcasts الموجودة، بيتكلّم إن هو how design matters أو الdesign إزاي بيأثّر في الناس. بس مش بيتكلّموا على scale الgraphic design بس، لأ بيتكلّموا على كل الscales فنانين، رسّامين، ناس برّه المجال visual designers، ممثلين إلى آخره. طبعًا دي عارفينها أكيد أنيل هانسن. دي من الناس اللي يعني شاطرة أوي إن هي بتنكش من الآخر في الdesigners اللي هو الاستراتيجي مهم. وده طبعًا غني عن التعريف مارتن يومر، ده اللي عامل اللي هو ال3 كُتب الأساسية دول يعني خلّيني أطلّعهم في الأول فوق. يعني دول لو هاشيل كل دول ممكن أبقي دي بس، أو لو يعني هاسيب حاجة هاسيب دول بس. يعني دول بجد الاتنين الباندين دول ممكن تقعد شهرين ما تذاكرش غيرهم يعني I don't think إن أنت هتحتاج for a couple of years إن أنت تذاكر تاني، لحد ما يحصل طفرة بقى غريبة والّا بتاع. بس دول ممكن أصلًا كافيين جدًا إن هُم يأسسوك ويخلّيك super designer. طبعًا لو عملت بيهم مش بس إن أنت تقراهم وت وتhighlight الحاجات اللي عليهم، لأ يعني تدرس the gap
تعمل practice تطلع منه بsurvey تطلع منه بproduct تناقشه مع العميل أو تضيفه للعميل بيه أو تضيفه للbrand بتاعك. طيب زي ما الكتاب هنا كان بيقول basic process practice دي هنا بعد ما تتعلم الbasics اللي هو خلاص أنت عندك الknowledge الأساسية اللي هو ما فيش هيبقى عندك أي اختلاط ما بين أي keyword أو أي مصطلح في الbrand وهتبقى فاهم العمق بتاعه عشان تعرف تتكلم بنفس اللغة العالمية اللي الناس كلها بتتكلم فيها. يعني عايز تsearch على case studies فأنت خلاص بقى معاك كل الkeywords الموجودة، فاهم يعني إيه brand forces، فاهم إن هو it's not about الvisual بس، لأ في بعد الvisual في مش عارف إيه، في قبليهم strategy، فتبقى فاهم كل الكلام ده لمّا تيجي تقعد تتناقش بقى مع business owner أو مع marketeer أو مع whatever أيًا كان، مع creative director، حد فوقيك أو تحتيك، تعرف تدّي له الkeywords اللي هو لو عمل search بعدك هيبقى يعني هيعرف يوصل للي أنت بتتكلم عليه. طيب بعد أمّا تخلّص الprocess ودي اللي أقدر يعني أجزم إن لو مشيت على process صحيحة سواء جوّه agency أو سواء أنت individual هتبتدي شخصيتك تتكوّن. خلّينا ندّي examples يعني إيه يكون عندك systematic lifestyle. خلّينا نقول مثلًا حد زي عبده محمد أو حد زي إبراهيم حمدي، حد زي إيهاب الحمداوي، الناس دي حرفيًا ما شاء الله ربنا يحفظهم ويزيدهم. وطبعًا يعني أمثلتهم كتير. في محمد حسام الدين من الناس اللي شاطرة مثلًا في موضوع الlayout والtypography وليه style معيّن إلى آخره. خلاص بقى عندك style إن هو أنت من أول يعني ما يتشاف الlayout الcover خلاص يتعرف ده مثلًا شغل عبده. عبده حسنين مثلًا، عشان ده مثلًا والله معروف بالcreative coding. فدي من الحاجات اللي يعني مش ضرورية، هي دي أهم حاجة ممكن تطلع بيها في الsession إن أنت لازم يكون عندك حاجة. أنا في كام واحد في الsession؟ 356. طيب في 350 بني آدم، يعني at least ما بين الناس اللي موجودة أنت في حاجة عندك مش موجودة عند كل الناس دي. at least creative coding illustration قوي جدًا في الlettering فبتعرف تعمل logo type مرعب، قوي جدًا في الpattern قوي جدًا مش عارف إيه، لازم تبقى في حاجة عندك you mastered it واصل لمرحلة فيها إن الناس بتشوفها تقول ده شغل هشام، ده شغل عبد الرحمن، ده شغل كذا، كذا، كذا. فدي يعني حاجة كده على جنب اللي هو مش basics بقى وprocess لأ، دي حاجة أنت بتشوفها بتتجنن. يعني أنا باشوف أي حاجة مثلًا ليها علاقة بالخطوط بالأخص الإنجليزي، باحب طبعًا الخطوط العربي، بس أشوف حاجة lettering English يا لهوي إيدي بتبقى بتاكلني في ثانية يعني. فاشوف إيه أول ما بتشوفه بيستفزك كده، اللي هو أنا عايز أعمل زيه، أعمل أحسن، بتعرف تحلله صح، بتعرف تفككه إلى آخره. طيب نقطة مهمة جدًا، 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 جدًا. لو تاخدوا بالكم هتلاقي في يعني تريقة أو في comics دايمًا بتطلع على شخصية المهندس أو حرف الدال اللي بيتحط قبل الدكتور وهكذا، يعني مع احترامي طبعًا لو في مهندسين أو دكاترة في الsession على راسنا. ولكن خلّينا نقول إن هو دي حاجة حلوة، إن هو هم حرفيًا بيتبهدلوا في الكلية، فبيكوّن جزء كبير من شخصيتهم اللي بيعيشوا بيه يعني لحد الآخر يعني. هتلاقي مثلًا المهندس في عنده طَبع جدًا واضح إن هو منظَّم جدًا. لإن هو فعلًا يعني في حاجات سواء أنت في عمارة، سواء في مدني whatever، في حاجات لازم تبقى على الشعرة عشان دي فيها حياة بني آدمين. في مبنى لو في بند معيّن في الأسمنت أنت سقّطته أو نسيت تعمل testing والّا أنت تحت المَيّة بتقيس الغاز والّا مش عارف إيه، لو فاتت منّك واحدة خلاص في بني آدمين بتموت، في شركات بتتهد إلى آخره. ف طيب إحنا بقى كمصممين إيه الطابع بتاع شخصيتنا؟
مش عايز أسترسل في حتّة الdesign قد إيه مهمة في الحياة، ولكن خلّينا نقول إن كل حاجة في الدنيا ليها design. يعني حتى ربنا بيخلق كل حاجة، الشجرة، الأرض، كل حاجة ليها بقى كل الحاجات اللي إحنا بنقعد نقولها في الstrategy personality traits والattributes وشخصية العلامة ويدب، يدب، يدب. طيب أنت كdesigner again هو هتلاقي نفس الtopic بيرجع محوره عشان أنا بالنسبة لي اللي هو لو يعني الsession دي أتمنى إن هي تضيف لكم في أي حاجة، إن هي تأسسك أنت كمُصمم بطريقة سليمة، بحيث لمّا أنت تيجي تlead مشروع، تشتغل مع عميل مشروع، تشتغل جوّه agency، يبقى أفكارك مرتبة وتبقى فعلًا designer كما يقول الكتاب، فتعرف يعني تachieve أي حاجة. طيب الdesigner ده أنا شايف إيه سماته بطريقة بسيطة. أنت راجل بتحدد مسار كل شيء، يعني يعني مش بالأفورة دي، بس أنا دايمًا باقول حتى يعني أنت كdesign director وكهشام والteam عنده كتّر خيرهم نزّلوا مش فاكر امبارح والّا أول، الفرق ما بين الdesign director والart director. يعني طبعًا اقروها عشان مفيدة جدًا، وفي ناس كتيرة بتُقع في الموضوع ده، ولكن كdesign director إن أنت بتdesign let's say كpackaging هادّيكم example بعد شوية. المفروض العميل يشوف 1، 2، 3 كان في دايمًا حتى comic اللي هو اقرا دي الأول، بعد كده اقرا دي، بعد كده اقرا دي. أنت كdesigner أنت اللي بتحدد إيه الأهمية كمعلومات، كillustration، كwhatever بقى الelement، أنت اللي بتحدد ده. طيب again لو أنت راجل منظم وعندك التفكير ده اللي هو بنسميه information architecture في أي سواء web site أو في أي حاجة فيها معلومات، إن أنت بيبقى في أولوية، بتتحدد طبعًا على حسب الscale وعلى حسب عينك وقعت فين إلى آخره. طبعًا اللي بيsupport الكلام ده مثلًا يعني على الscale الصغير ده بس اللي هو إزاي تقرا المعلومات، اللي هو موضوع الscanning. في theories كتيرة أوي، بس هي أكتر حاجة معروفة عند الشباب بتوعة الUI والUX والكلام ده كله، وأنا دايمًا في كل session باقول صاحبوا الشباب دول عشان يعني دول أكتر ناس يعني الscience بتاعهم مش عايز أقول ملموم، ولكن نقول إن هو updated أوي، وإحنا في digital era ففي عليه إقبال وauthors كتيرة وناس إلى آخره. فهنا مثلًا كheat map على أي web site يقدر يقول لك والله مش عارف إيه، عمل scanning كذا، بَص على كذا، أدي ده الF pattern، مش عارف عندك الZ pattern مش عارف إيه وهكذا. فاسقط بقى كل الأفكار اللذيذة دي على يومك. طيب عامل design ليومك، يعني كان في كده مقولة بصراحة سمعتها من كام يوم يعني خابطة معايا لحد دلوقتي. بيقول لك الناس الجامدة أوي أو اللي فعلًا واصلين لحاجة كويسة في حياتهم، عاملين schedule ليومهم بالدقايق. إحنا هو إحنا كbrand designers إحنا بنحسب بالأيام، يعني مش بالساعات. يالّا يوم mood board، يوم mood board. فاللي هو تلاقي الدنيا بتسرح أوي، تلاقي حتى إن هو لأ، أنت لو بتتزنق في deadline عادي هتخلّص مش الmood board، لأ، أنت هتخلّص brand في يوم واحد لو أنت عايز. فاللي هو طَب الwasted time ده طاقة ووقت ما لوش أي يعني أي قيمة، ليه راحت في الهوا؟ عشان مش متصممة صح. فagain نرجع إن أنت design your day، حُط أهداف واضحة. موضوع الدقايق إن أنت فعلًا يعني خصوصًا مع العصر السريع ده خلاص الresearch ما بقاش ياخد نفس الوقت إلى آخره، كل الprocess بقت أسرع. فإزاي إن هو فعلًا تجدول يومك عشان ده جزء من هويتك كمصمم. طبعًا بقى في من يعني لو حد عايز يshare أي أفكار، أنا مش عارف الchat لسه مفتوح والّا لأ. ماشي. بقى خلّي الchat مفتوح يا هشام عشان لو حد عنده أسئلة أو أي حاجة يعني inspire us يعني. طيب هنا ببساطة يعني again برضه بما إنكم شطورين وحلوين، أكيد كلّكم عدّى عليكم موضوع الdesign thinking. دي من الحاجات اللي هو يعني ضروري تذاكرها برضه. خلّينا نضيفها على الجزء هنا، وده topic مش عايز أرشّح كتاب معيّن، لإن بصراحة يعني كل واحد بيشوف بطريقة مختلفة، بس بيبقى في process واضحة.
4 خطوات، في ناس ساعات بتقسّمهم ل5 again بتguide you إن أنت تdesign الprocess وهكذا. طيب ماشي. ماشي هارجع لك يا عبد الرحمن. طيب خلّينا ندّي example لموضوع الفرق ما بين الart director والdesign director. طيب اللي اشتغل على الproject ده من الناس الشاطرة الجميلة كart directors من يعني من أكتر الناس المجتهدة اللي اشتغلت معاها. ولكن هنا خلّينا ناخد كcase study إيه اللي حاصل وإيه الفرق ما بين الart director والdesign director. طيب هنا ماشي. إحنا طبعًا لمّا بنعمل الtest ده بتبقى في ناس اللي هو بيستغرب اللي هو إزاي عمل كده وإزاي ما خدش باله من كده، ونيجي لمّا نشتغل على أرض الواقع يعني في ناس كتيرة جدًا من اللي بتقعد بقى تنتقد وبتعرف تتكلم، تيجي على أرض الواقع ما بيهتموش بنفس التفاصيل اللي أنا هاعقّب عليها دلوقتي. يعني هاعقّب أيًا كان. طيب الart directors أكتر حاجة بالنسبة له مهمة بتبقى بتبقى الألوان، بتبقى الفونتات، بتبقى مثلًا الحاجات اللي زي كده. ده حاجة لذيذة جدًا. وممكن حتى دي هنا أهو، وممكن هنا أهو إلى آخره. طيب تعالَ بقى نطلّع كمية الحاجات اللي إحنا عدّلناها في حاجة زي دي. أول حاجة الart director مش بيهتم أوي بالtypography. فهتلاقي بقى مقاسات مختلفة، هتلاقي إن هو المعلومات مش يعني مثلًا هنا علامة الplus مش موجودة مش عارف فين، الbarcode مش مطبّق أو مش في مكانه السليم، في عدم استغلال للمساحات مش منسّق خالص. المفروض إن ده packaging حاجة يعني can design اللي هو cylinder اللي هي بتبقى لفّة دي، اللي هو زي الكان. فهتلاقي مثلًا ما فيش مراعاة إن البتاعة دي وهي أمّا تيجي تلِف هتبقى شكلها فصيل أوي، يعني أنت في case معيّنة في لفّة الكان هتبقى هنا دي شكلها off شوية أو off شويتين يعني. في هنا عوجة مثلًا في الlogo. في هنا مثلًا الbrand recognition scale الlogo ضعيف جدًا. هو دي طبعًا guideline مش حاجة حقيقية بس عشان ما نظلمش يعني الdesign أوي. هنا مثلًا الtable of content برضه يعني أنا دايمًا باقول كده مش بيركّز مع الtext بياخده copy paste مش بيقراه حتى، يعني هنا عادي كان ممكن تطلّع إن هو النقطة هنا غلط. طبعًا بقى في اللي هي widows مش فاكر في الcase دي والّا لأ. يعني هتلاقي اللي هو في inconsistency مرعبة. طيب خلّينا نشوف الbefore and after. طيب ده الbefore وإن شاء الله الafter. فين الafter؟ مش محطوطة في frame. طيب أدي ده الbefore وأدي ده الafter. طيب إيه الحاجات اللي عملناها لو حد منزعج من الحركة اللي أنا باعملها دي يقول. أنا بس عشان أبيّن اللي هو الbefore and after جدًا. أول حاجة مثلًا الlogo بقى أوضح جدًا، أكبر كمساحة وواخد مساحته طبعًا غير الزوايا المضبوطة. هتلاقي الألوان قرّبت من بعض، يعني هنا كان اللون ده غير اللون ده.
دي هنا ككلمة قهوة تركية ما كانتش باينة أوي، الكاف كانت مظلومة، الfocus هنا كان على الcharacter ونسي أي حاجة تانية. فلأ هنا الfocus مش على الcharacter، هنا كل حاجة واخدة حقها. وأنا نادرًا يعني لمّا باقول حُط كلامي حلقة في ودنك، ولكن دي كلمة أنا دايمًا باقولها وإن شاء الله يعني تفتكروني بيها بالخير. أنا دايمًا باقول مع أي designer اشتغل معايا خصوصًا design direction، أنت مسؤول عن كل element وكل تفتوفة في الlayout. يعني حرفيًا الدخان ده لازم انسياباته تبقى موزونة مع الشنب، تبقى موزونة مع مش عارف مع كذا. الحرف الكاف أنت اللي مسؤول إن هو يبقى مقروء بقراءة تامة وسهلة. الحاجات دي ليه مثلًا معمولة بالshape ده، وهو ما فيش أي DNA في الlayout بيقول إن أنت تعمله بالشكل ده، يعني دي جاية منين؟ لو الclient سألك، دي الحتّة اللي كنت باقول لكم عليها، you have to design everything عشان لمّا ييجي الclient يسألك في أي حاجة، تبقى عندك مُبرر واضح ويبقى فعلًا أنت اجتهدت وذاكرت فيها، فاللي هو مش هيقدر أصلًا يقول لك مش عاجبني أو مش حاسّه، تقول له لأ مش حاسّه ليه؟ ما هو جاي من هنا. يعني الحمد لله الclient في الround دي طبعًا يعني كان منزعج شوية، ولكن بعد الround دي خلاص قال لك approved. فلمّا بيبقى عندك justification الclient ما يقدرش يتكلّم معاك في أي case. طيب هنا الألوان كانت pale شوية، فدي طبعًا مع الطباعة، دي جزء تاني هنتكلّم عليه في الآخر، إن إزاي whatever اللي أنت بتعمله في الbrand يبقى applicable على أرض الواقع، دي قصة تانية خالص. هابقى أوريكم الprocess المفروض تمشي إزاي. المهم حتّة برضه اللي هي كانت مقطوعة هنا في النُص، هنا لأ، وأنت بتلِف الcan معاك لأ، الexperience مكمّلة. هنا مثلًا كان حُط نَفْسك دايمًا مكان العميل عشان تعرف يعني اللي هو إيه أحسن case، أو يعني حِب الخير للناس أو حِب ما تحب لأخيك حِبه لنَفْسك. آآ أكيد دي مش طريقة اللي هو أقرا بيها فاهم، يعني طريقة إعداد قهوة مش موضّحة 200 بعد كده وأنت بتقرا اللي هو إضافة ملعقتين صغيرتين من القهوة في 200 بعد كده أقوم منزّل السطر التاني، حاجة يعني very boring. خصوصًا برضه قيس إن اللي بيشتري الحاجة دي بيبقى في السوبر ماركت مثلًا. آمم بغض النظر إن الdigital experience أو الonline shopping ليه experience تانية، بس هنا على أرض الواقع ممكن مع يعني ترتيب معلومات زي دي ينفّر العميل فيقول لك أصلًا فاهم، دول مش مهتمين بالتفاصيل أو مش عارف أعملها إزاي أصلًا، أنا هاجيب القهوة أرميها you never know الclient هيتصرّف إزاي، فأنت دايمًا بتحاول تbuild الbest case scenario لكل معلومات عشان تبقى فعلًا ميسّرة للقراءة، بحيث إن أنت تشجّعه إن هو يشتري المنتج. فهنا مثلًا لأ، عملنا highlighting إن دي قهوة تركية محمّصة وسط بالهيل، وطبعًا يعني لازم برضه تmention حتى لو المعلومات واضحة، لأ، إن هي مطحونة مثلًا مش حبوب. وبعد هنا مثلًا في شكل الكنكة، ده هنا ابتدت تبان شوية إن هو البند اللي بعديها برضه من نفس الshape بتاع ده، الطريقة المثالية لإعداد القهوة، وعندك الsteps 1، 2، 3 واضحة، بغض النظر إن هو ممكن ما يقراهاش أصلًا وهو في السوبر ماركت، ممكن يقراها وهو في البيت ساعتها. ولكن هنا دي more interesting عن الشكل ده. طيب وتقسّم بقى كمعلومات إن مثلًا طريقة إعداد القهوة ما لهاش علاقة خالص بإن أنت تعرف في الشركة المنشأة أو تتواصل معاهم إزاي، فإن أنت تخلّي اللي هو طريقة التحضير أو اللي هو الشكل اللذيذ للقهوة ومحبين القهوة ومش عارف إيه والكلام ده في بند، وتعمل له حتى mood بيكمّل نفس الvibes بتاعة دي، ويكمّل برضه نفس الvibes بتاعة القهوة التركية، خلاص ده كده خَد الجنب اللي فوق. طيب عندك معلومات خلاص اركنها تحت، فبتفصل في فصل في المعلومات، فكرة اللي هو الscanning بتاع الموضوع ده. هنا برضه الجدول هنا كان معمول أبيض وأسود out of contrast out of حاجات كتيرة، فهنا مثلًا لأ، تعرف هنا يبلندوا في نفس الحاجة. دايمًا كنا بنقعد نجتهد زمان بقى في حتة الshadows إزاي تخلّي الelement الفلاني في الmanipulation نفس الmood إلى آخره. طيب إزاي بقى نعمل نفس الtreatment ده في كل حاجة؟ طبعًا الfonts موحّدة، الjustification هنا العربي من اليمين للشمال، هنا العكس. طبعًا يُفضّل يكون نفس الفونتات لو عندك عربي إنجليزي عشان ما تقعدش بقى تتلخبط ما بين السطور إلى آخره.
كل حاجة ليها وضعها السليم. هنا دي خلّينا نقول بقى signature أو tags أو accessories برضه تقسّمها تقسيمات واضحة. هنا ما كانش حتى مساحة الbarcode تحطها في rounded shape عشان تبقى بنفس الDNA وهكذا. فدي يعني خلّينا نقول لقطة سريعة كده عن اهتمام أو الاهتمامات اللي بيدوس فيها الart director، ودي التفاصيل اللي بيقعد يناقشها أو يتكلم فيها الdesign director. خلّينا نرجع تاني للpresentation. ده هنا example كان بيناقش آخر post موجود في كيف بدأ، إيه الفرق ما بين الart director والdesign director. ودي الكلمة اللي أنا باقولها، أنت مسؤول عن كل تنتوفة وكل element في الlayout. بُص دي أتمنى تاني حاجة، يعني دي أول حاجة تحط حلقة في ودنك، هتلخّص عليك كتير والله. أنت مسؤول عن كل حاجة في الlayout. تاني حاجة يعني بقى بغض النظر عن النصايح، بغض النظر عن الناس الجميلة اللي تذاكرها، بغض النظر عن أي حاجة، عايز توصل لwhatever أيًا كان الأهداف الجميلة اللي أنتم كاتبينها هنا أهو دي consistency. يعني ما فيش أي حاجة تانية. يعني أنا كنت دي حتى فين الline اللي كنت باقول عليه موجود؟ ماشي اتشال. طيب إحنا هنا كنا كاتبين نكتبها مع بعض. أغبى منك ووصل. يعني هي ممكن تبان كjoke، ولكن هو يعني خلّينا نقول إن ده فعلًا واقع. مش عايز أدّي example كريستيانو رونالدو عشان كريستيانو وميسي، عشان في ناس كتير هتزعل. أنا باحب ميسي، يعني طبعًا he's more talented. ولكن بالنسبة لي اللي باحترمه كشخصًا أو كمجهودًا كريستيانو. كريستيانو أكيد عنده الtalent وعنده كل حاجة حلوة عشان بس ما حدش يزعل مننا، ولكن بالنسبة لي هو مجتهد عن ميسي بكتير جدًا. فخلّينا نقول لو أنت حتى يا سيدي في نقص talents عندك في whatever، والله لو اشتغلت على أيًا كان إيه الحاجة، لا هتتميز فيها شئت أم أبيت. فدي تاني حاجة تحطها يعني حلقة في ودنك. هتعمل حاجة حتى لو عمل بسيط، مش لازم تقعد تجعلص الدنيا وتموت نفسك، لأ، اعمل كل يوم نفس الحاجة لمدة ساعة، والله بعد سنة لا تبقى ماستر فيها. لأن معظم الناس بقت تكسل، معظم الناس بقت تايهة، معظم الناس بقت مشتتة إلى آخره. فربنا يحفظنا ويثبتنا. ف يعني دي تاني أهم حاجة في السيشن. ممكن بقى قبل ما نخش على جزء أنا هنا كنت دي باحكي لكم عليها قصة الpersonal branding بقى. دي كان للأسف يعني ChatGPT دخل دمّر الموضوع ده. أنا كنت هنا ده في meeting، ومش عارف ممكن في حد في الmeeting معايا في الورشة والّا لأ. anyway كنت في meeting وسمعت feedback من الclient. أنا من الناس اللي هي عفوية شوية، يعني زي ما بيقولوا اللي على قلبي على وشي يعني مش على لساني. فدي كانت فعلًا my reaction to a very stupid feedback. بس ومن ساعتها أصلًا جات فكرة اللي هو the board members، إن إحنا فعلًا يعني أنا باget bored من الناس اللي بتفتي. يعني ما عنديش مشكلة طبعًا باسمع clients باحب جدًا. أنا شايف يعني كان آمم في فيلم اللي هو راتاتولي اللي هو الفار الطباخ. هو بيقول لك أي حد ممكن يطبخ. فأنا بالنسبة لي اللي هو أنا شايف كل الناس creative، كل الناس عندها نفس الmentality اللي هي بتفكّر وبتبدع. فأنا عادي ممكن أنكش أي حد وأقعد أطلّع منّه أفكار إلى آخره، بس ما باحبش الفتّاي أو ما باحبش اللي بيقول رأيه بس لمجرد إن هو client أو إن هو عايز يتحكّم أو إن هو أو إلى آخره. فدي يمكن من الأفكار اللي هي ورا the board members. إن إحنا فعلًا يعني بنقدّر الحاجة اللي هي genuine أو original.
تاني حاجة behind the name ممكن دي برضه تinspire you فكرة الsystem. أنا دي هنا كنت يعني المفروض كانت تكمّل عن كده، بس ChatGPT دخل وخلّى بقى الناس اللي هو تعمل الحاجات بيحطّوا مثلًا reference لSimpsons فيتعمل ببساطة إلى آخره، دي هنا كانت بتاخد منّي مجهود شوية على midjourney بس خلاص بِخ يعني. وأنا وقّفتها كان كده، دي كنت هنا باحاول أprove فكرة عشان في ناس كتيرة جدًا بتُقع في موضوع إن أنا راجل creative فأنا ما باحبّش الملل، ما باحبّش اللي هو out of the box، ما باحبّش مش عارف لأ، هو الملل أو الروتين هو ده الحاجة الوحيدة اللي هي في الآخر اللي هي الconsistency هي دي اللي هتوصّلك. فعادي خلّيك روتيني، خلّيك مُمِل، خلّيك منظّم، خلّيك في عندك task إن أنت بتذاكر كل يوم أو تتمرّن كل يوم في حاجة معيّنة، دي اللي هتوصّلك. ففي فكرة إن إحنا bored إن هو عندنا system وإن إحنا bored الناحية التانية إن هو بنتخنق من الحاجات اللي هي الاعتيادية بزيادة برضه. فيمكن دي يعني hint of our story as a board members. خلّيني قبل بقى ما نخُش على الshowcases أقرا الcomments دي سريعًا. ماشي، أنا هارُد على الحاجات اللي هي يعني عندي ليها رَد، لو أي حاجة ما قريتها وما يعني ما ردّيتش عليها اعرف إن هو ما فيش رَد قوي عندي. link المقالة اللي هو الPDF يعني اللي أنا باعته والّا إيه؟ إمتى المصمم يفرّق إنه brand designer أو graphic designer؟ ببساطة تذاكر الbranding أكتر من الgraphic design، يعني الgraphic designer يعني دي كانت حاجة أعتقد عامة وشاملة زمان، يمكن دلوقتي بقى بعد التخصصات بقى لأ، تقدر تبقى brand designer بطريقة واضحة. أغبى منّك ووصل، فيعني ما جرّب، ما فيش حد ماسك عليك زِل، عادي اغلط وليه لأ يعني. مضبوط، ده كده في الحتّة اللي هي design direction بس الdesign لأ، في مكان للbarcode اللي هو ده. المستطيل الأبيض عند الحصان يا حمصى أقصد بالهيل والّا محمصة؟ مش عارف والله. تصميم قبل ما كانش في روح الbrand كان شكله assets جاهزة واتحطّت لكن بعد مضبوط. ما دي فكرة إن أنت تconnect الحاجات ببعض. بقى لي فترة باجمّع معلومات عن الbrand. اعمل projects وهمية دي فكرة هايلة. وقعدت عملتها سنين بصراحة لحد ما ابتدى ييجي لي clients يعني الحمد لله. رجعتنا لتصميم الpackage للقهوة. أنا باخد والله الdata من الclient وهو اللي بيvalidate الحمصى، محمصة. ماشي دي حلوة جدًا. حلِّل كل حاجة يا إسلام، يعني إزاي تعرف آخد بالي من التفاصيل دي. آمم يعني أنا في حاجات كتيرة مثلًا باعمل اختبارات ليها مع مامتي مثلًا، مع حد ما لوش علاقة بالdesign بادّي له مثلًا أي design باقول له إيه مثلًا أول حاجة قريتها، إيه أول حاجة خدت بالك منها، أو أسيبه وهو يقعد يبُص للتصميم ويقول لي تحليله وهكذا. فدي بتحلِّل لي كتير رؤية اللي هو الناس العامة يعني. مجتهد بيوصل والموهوب بيوصل، الفرق هل بيشتغل على نَفْسه يوصل مضبوط. أيوه إحنا بنتعامل زي مع stupid feedback زي الصورة والله العظيم. يعني بُصّي يعني لازم يبقى طيب خلّينا لمّا نيجي نخش في case studies هاقول لكم يعني زي ما تسيبش مساحة للغباء. الغباء ده بيظهر لمّا أنت تقعد ساكت، أو لمّا ما يبقاش عندك حجة قوية، تلاقي اللي قدامك هو اللي بيفرض رأيه. لكن لو أنت وضّحت وجهة نظرك بطريقة كاملة وواضحة ومستندة
على مذاكرة، على research وهكذا، ما حدش هيقدر يخش يتغابى أو يتغاشم أو يفرض رأيه وهكذا. إزاي أبني استراتيجي قوية للbrand؟ السؤال ده مهم أوي، مهم جدًا، هنتكلم عنه دلوقتي. حضرتك اتكلمت عن make my own style، إزاي أعمل my own style وأفهم إيه أحسن حاجة أنا شاطرة فيها. بالمناسبة أنا مهندسة وعشوائية، مهندسة وعشوائية، أنتِ كده نادرة ما شاء الله، ماشي. عشوائية عادي نظرًا للADHD. طيب دي كده مش عشوائية أوي يعني. هو بس يعني هتلاقي عندِك multitasking عالي، فدي مش حاجة وحشة. بالعكس أنا باشوفها دي حاجة يعني ذكية، سواء أنت جوبيتر ولد أو بنت مش عارف. آمم طيب create your own style إزاي؟ زي ما قُلت لِك أنا، خلّيني أدخّلكم welcome to my brain. أخُش على Pinterest وشوفوا بقى الكلام اللي كان مكتوب هنا هيmatch قد إيه من هنا. هتلاقي في حاجات ألوان، جرافيتي، freestyle، تكوينات حُرة، طبعًا typography. بتلاقي إن هو يعني كل اللي أنا شايفه ده مستفزني إن أنا عايز أسيب اللي في إيديّا وأروح whatever، أصوّر دي، أعمل دي، whatever. أخش أعمل character بالAI، أقوم جايب القلم وأكتب ده، أجيب الiPad وأنكش، آجي أعمل character وأحط typography وراه، الألوان الصاخبة دي، كل ده بيستفزني. شوف Pinterest بتاعك وإيه اللي بيستفزك وإيه اللي هو أنت هتسيبه وتقوم تعمله، ده you will make your own style بالطريقة دي. في road map نمشي عليها عشان نimprove مستوانا. آآ والله بُص، ما فيش road map يعني ما يعني حتى جوّه التخصُّص والله كل واحد ليه طريقة. يعني أنا باتعلم بالمحاكاة، أنا باحب أقرا الheadlines وأنا اللي أختبر طاقتي وأختبر ستايلي وأختبر يعني كحتى مثلًا ده say less do more، دي لو أنتم حلّلتوها يعني ده style حد عبيط، يعني اللي هو بس عفوي جدًا، حقيقي جدًا، genuine، سهل أوي يتعمل، بس فيه رسالة. فأنا هنا مثلًا أحب أقول عايز أvalidate مثلًا إن أنا جامد مثلًا كlettering أو sorry كcalligraphy، أقوم جايب الiPad وأكتب الكلام ده كلّه، هالاقي شخصيتي أصلًا ما تعرفش تجيب الكلام ده، هو هتلاقيه بقى again نرجع للحتّة اللي هو اللي عارف نَفْسه، ده هتلاقيه راجل minimal بسيط، كلامه قليل، واضح، to the point، ما فيش ألوان، ما فيش صخب، ما فيش الكلام ده، على عكس الراجل اللي جنبه، راجل بيحب التفاصيل إلى آخره. how to improve yourself عادي أنتِ يعني whatever عايز توصل لدي والّا لدي والّا لدي أيًا كان الcase، ذاكر الbasics أي حاجة. خلّينا نرجع للحتّة البسيطة دي، هتذاكر الbasics illustration typography فونتات أيًا كان، هتذاكر الbasics تخلّصهم، تبتدي تتمرّن، والله you will have your own definition of everything، هيبقى عندك your own style وكل حاجة. فهي ما فيش road map واضحة، اجتهد، خلّيك consistent هتوصل. مؤخرًا انتشر style typography layout لسه واخد منّه content، الواحد لسه عايز يشتغل بيه، مش عارف أستخدمه إمتى وليه وأفهمه إزاي. لو مش يعني ماشي again، لو أنت فاهم نَفْسك ومذاكر واطّلعت على كل الإستايلات ولقيت إن ده الstyle اللي أنت بتحبه، فده مثلًا في واحد مشهور بيه اسمه Oliver Glass، Oliver إيه؟ إن شاء الله هييجي، عنده Type Monday، لو حد عايز يinvest يعني في نَفْسه وياخد الcourse ده، أنا هابعته في الchat. هو غالي شوية، ولكن هو ده من أكتر الناس الشاطرة في يعني الstyle اللي هو الeditorial والكلام ده كلّه. again ده لو شخصيتك do it. أنا مثلًا ما باعشق أبُص للكلام ده، بس ده يعني مش موافق لشخصيتي خالص، I don't do it.
إلا لو خلاص يعني الbrief كده بس مثلًا على عكس محمد حسام الدين ده أكتر حاجة مثلًا قريبة منه أو قريب من ستايله أو الناس اللي بتعمل style اللي هو بالعربي وهكذا. إحنا كنا فين يا خراشي؟ هنا. فلو خلاص ده ستايلك وأنت فعلًا بتحبه مش هاقول لكم كلمة بايخة بس مهمة، لمّا كنت باقول لكم الحتّة اللي هو we don't do luxury آمم هافتح الكاميرا عشان تشوفوني وأنا باقول أنا ما باحبش الحاجات الluxury عشان أنا مش شخصية luxury، يعني أنا مش من Egypt وأنا مش ما عنديش الحتّة اللي هي مناخيري فوق دي، فما أحبش style الصور دي، ما أحبش التناكة، ما أحبش العنطزة، بغض النظر عن أي حاجة، ده مش هيطلع من حد غير لو هو شخصيته كده. يعني عادي إحنا ممكن نفتح الart board وأقدر أrecreate الlayout ده مع اختلاف الصور، تبقى مثلًا واحدة تانية بس بmood تاني مع الفونتات، عارف الfont ده اسمه إيه، الlayout grid اللي موجود هاعرف أduplicate ده. بس هل ده كل أمّا هاخش مثلًا illustrator أو InDesign أو Figma هل ده الstyle اللي أنا زي ما دخلت Pinterest هل ده اللي هالاقيه عندي في البتاع؟ لأ خالص. فأنت لو ده شخصيتك وده فعلًا اللي بتميل ليه ودّي. اللي باقول عليه جامد أوي هو الولد اللي هو بتاع Type Monday هتلاقيه هنا اسمه Oliver ده، تابعوه برضه من الناس اللذيذة. طيب قلب الاستراتيجي باخدها من analysis والّا من رأي العميل؟ من كُلّه، من الاتنين. أنت العميل ممكن يبقى شايف حاجة، ممكن يبقى هو راجل زهق من الbrand بتاعه، يقول لك الناس ما بتحبش الbrand بتاعي أو whatever، فلازم أنت تvalidate whatever أنت بتاخد المعلومة من العميل وتقول له هارجع لك وأشوف بقى تعمل survey وتعمل focus group على أرض الواقع، الكلام ده صحيح والّا لأ، ممكن يبقى رأي العميل عشان هو زهق مثلًا من الbrand بتاعه أو الدايرة اللي حواليه مثلًا بيطبّلوا له، فأنت لأ، يبقى كل الناس بتقول إن الbrand مثلًا أسعاره مناسبة عشان الناس اللي حواليه مثلًا، وناس مثلًا يبقى أصحابه هم كلّهم أغنيا، تيجي على أرض الواقع الزبون لأ، مستغلي جدًا الحاجة، فلازم whatever ال آمم، يبقى أنت المعلومات اللي بتاخدها تvalidate كل حاجة. هل ممكن حد يجمع بين شغل الvisual والretouch مع الbranding والّا ده باب من أبواب التشتت؟ ركّز في حاجة عشان توصل أسرع. الvisual كده يعني الvisual غير الretouch يعني بنستخدمه كart direction طبعًا في الbranding بس مش هو الcore، الbranding ليه treatment تاني خالص. إزاي أعرف أنا شاطر في إيه وهل ينفع أبقى شاطر في كذا حاجة والّا لازم حاجة؟ كل حاجة بتاخد وقتها. يعني خصّص وقت للtypography، خصّص وقت للillustration، خصّص وقت للlayout، خصّص وقت الstrategy، خصّص وقت للتفكير، خصّص وقت للart direction، خصّص كل حاجة وبعد كده بس لو على الbranding لأ، يعني ذاكر branding الأول، ذاكر الكتاب اللي قُلنا عليه وبعد كده والله رجّعتني شغفي تانية حبيبي. هل في فرق بين اللوجو والهوية البصرية؟ طبعًا موجود في الكتاب كل المصطلحات وكل الأسئلة اللي ممكن تعدّي عليك، وفي منّه version بالعربي هيبقى أنا بالنسبة لي أسهل وأجمل طبعًا. بس يعني برضه لو أنت الإنجليزي بتاعك كويس ذاكره عشان لو أنت بتتعامل مع clients برّه مصر. كنت باقرا في كتاب وفي الأول حبيت أوي إن الbrand يكون مبني على مبدأ كويس أيوه طبعًا. يعني هو في الأول وفي الآخر it's a gut feeling لازم الفطرة بتاعتِك هي اللي بتحركِك، لو حاسة إن في حاجة غلط فعلًا مش بتضيف للناس don't do it يعني. دايمًا باحس إني باعمل أكتر اللوجوهات والpattern والألوان custom illustration web لكن لمّا باجي باعمل عند مكملات الbrand الpackaging والsocial media والمطبوعات مش باحب أعملهم. هل ممكن أكمّل في اللي حاباه بس والّا السوق فرض النقطة دي على مصممين brand؟
ماشي، دي هنناولها في الcase study. إيه الlogic اللي المفروض أفكّر بيه لمّا ييجي لي project branding؟ اسمعي للعميل، يعني connect، اسألي أسئلة كتيرة، اسألي أسئلة صحيحة، الlogic هيبتدي يتبني واحدة، واحدة. الخطوة العملية لاختيار تموضع مناسب، ده أنتِ الوحيدة اللي تقدري تردّي بيه على نَفْسِك. شخصيتِك عاملة إزاي، طيبة، شريرة، مقنعة، sharp whatever، كل ده هيأدّي إن أنتِ شخصيتِك كلّها تتكوّن، فهتعرفي ساعتها تجاوبي على نَفْسِك السؤال ده. ستايلِك إلى آخره. how to design your day، ده ما كانش مقالة، ده blog، هتلاقيه اسمه design matters، اكتب دابي ميلمنن، وفي TED talk كده على يوتيوب لذيذة، هتلاقيه اكتب TED talk، دابي ميلن، design your life أو design your day. لمّا أكون ماشي على الlayout وكلام بالإنجلش كتير، إزاي أضبطه بحيث إنه ما يتقطّعش ويتعمل في نُص الكلام شكل الlayout. مش عارف يا منى، بس ممكن تبعتي لي message على فيسبوك أو على الإنستجرام، وخدي لي screenshot عشان أفهم بس الحاجة بالضبط. لمّا بتعمل brand strategy لbrand، إزاي تتأكد إن الstrategy اللي عملته هيفيد الbrand فعلًا؟ you never know. فرضًا إنك عمليًا خلّيته مختلف عن المنافسين في السوق، إزاي الاختلاف ده يكون on point، لإنه ممكن يشطح أوي عن السوق ويضره. وعشان تفهم قصدي أكتر، الrebranding بتاع عصير تروبيكانا وده بيقولوا خسّرهم كتير، مضبوط. هي دي يعني الموضوع ده عميق أوي، برضه ابعت لي خلّينا نتناقش فيه، عشان ده يعني يطول شرحه يعني. إزاي قدرت تختار تخصُّص مناسب ليك أكتر في المجال وتغلِّب؟ أنا ما اخترتش التخصُّص غير بعد 10 سنين، يعني اتخصصت في 2015، وكنت وأنا بادئ 2006، يعني خدت وقتها. آمم هل الbranding positioning strategy هي أنواع أو تفرعات للbrand أو ماذا؟ وهل يوجد أمور أخرى لها علاقة به، ومين بيعمل كل الأشياء دي؟ الbrand strategist. بس أنت سواء أنت كbrand designer أو كbrand strategist، يعني لازم تبقى الحاجات دي معروفة عندك. آمم هل مصمم الشعار لازم يبقى متعلم strategy؟ في الفترة دي يعني ما بقاش option anymore يعني. حبيت إن الbrand بrhythm board أيوه، ماشي، الله يخليك. سؤال بجد، هو حضرتك مش بتقبل غير الprojects اللي قريبة من شخصيتك؟ لأ طبعًا، مش الدرجة دي، بس مش باشتغلها يعني مش ب مش باget involved خالص، بيبقى الteam بقى اللي عندي هو اللي بيشتغل عليها. ماشي، لأ ما أنا افتكروا اللي أنا قُلته، الأفكار والنصايح اللي أنا قُلتها ممكن تكون مناسبة ليّا. ممكن أنت لأ، في حاجة معيّنة محتاج مثلًا تعدّي بظرف مادي، فيالّا عادي، ما فيش مشكلة، كلّنا بنعمل كده. مش باقول لك إن دي اللي مطبّقة في حياتي كلّها، بس أنا باحاول أنقّي العُملا بتوعي. ما لهاش علاقة، ده مجال وده مجال، ادّي أو ليكِ، ماشي. هل الأحسن دلوقتي إني أدرس brand strategy أكتر من تصميم اللوجو وأشتغل على نَفْسي فيها، والّا أركّز؟ الاتنين مهمين يا نوبي، ده هيقويك في ده وده هيقويك في ده. وبُصّوا، حاجة مهمة أوي، يعني آآ مش باقول لك تتكاسل، بس على مهلك، يعني هتوصل والله العظيم، يعني طول ما أنت بتذاكر ساعة كل يوم، نُص ساعة، والله لا توصل. بس افتكروا يعني بلاش تعلُّم كتير، في تطبيق كتير، فذاكر حاجة بسيطة وطبّق. فذاكر الاتنين، يعني brand strategy والbrand designer، والله في سَنة ممكن تبقى master عادي جدًا. وأنا باعمل الbrand بتاعي لازم typography يكون من نفس الunit أو DNA، مش شرط. أنا junior بس بانتقد الكل، هي طلعت مشكلة، مش الكل بتقبل الانتقاد حتى لو بناء مع إنه بيطوّر. أنا مش فاهم الpoint يعني. صح، ما لوش road map فعلًا. هو التجارب اللي هتوصّلك. خصوص البراندات اللي بتعتمد دايمًا على الillustrations والتكوينات بتاع الillustration، هل ده بيعتمد على شطارتي في الillustration وتعمقي فيه، والّا مصطلحات، والّا بُص، هو الpackaging ده قصة تانية، يعني الpackaging ليه يعني ليه designers شطار بس في الpackaging، فده يعني مُعقّد شوية، وممكن أحاول أشوف case ليه. كيف بدي أبرز my own style while working in a client project can be totally different. طيب ما تحطش حاجة في الportfolio بتاعتك مش عايز تشتغلها، يعني
لو أنت مثلًا كراجل brand designer شاطر أوي مثلًا في الlogos وفي الillustration، لو أنت كل الcontent اللي بتنزّله، كل الportfolio بتاعك بيدعي إن أنت بتعمل الحاجة دي in a perfect way، مش هييجي لك حد مثلًا بتاع manipulation، إلا لو كده أصلًا يبقى الراجل هو اللي غلطان يعني. ممكن PDF تترفع على drive أكيد. آمم مش المفروض إحنا كdesigners يبقى عندنا أكتر من style، والّا لازم يبقى في style معيّن واحد متميز فيه ويمشي بيه؟ لأ بُص، بيبقى عندك الحاجتين، بيبقى عندِك style أنتِ بتحبيه ومميز، لحد ما هو اللي يفرض على العُملا اللي بتيجي لِك إن هم ييجوا لِك على الstyle الفلاني، ده لو عرفتِ. لو ما عرفتيش أو ما عندكيش style واضح يعني خلاص هتبقي اللي هو عندِك multi skills، تعرفي تعملي الحاجة الminimal، تعرفي تعملي الحاجة الmaximalist، تعرفي تعملي اللي بillustration، اللي من غير، وهكذا. ده طبعًا مع الوقت يعني ومع briefs مختلفة هتلاقي إن هو you can cover كل الstyles. يعني مش باقول لكم إن أنا معنى إن أنا ما باحبش الluxury، ما باحبش أشتغله، مش معناه إن أنا ما أعرفش أعمله، لأ عادي جدًا هاعرف أعمله وهاعرف أذاكره وهاعرف أدرسه، ولكن هو مش شخصيتي أوي. فلو هاطلّع project مش هيبقى perfect زي ما هو حد قاعد 24 ساعة بيشتغل luxury بس. ماشي. طيب، أتمنى الصوت يبقى شغال دلوقتي. طيب، ماشي، يا رب يكون في أي إضافة. طيب الكتاب مش مجاني، وفي 6 editions منه، هو اسمه Designing Brand Identity زي ما دكتورة آية كاتبة. سوري يا دكتورة آية إن إحنا اتريقنا عليكِ والدكاترة في النُص. طيب معلش، اسم الكتاب تاني؟ والله عسل. أقسم بالله جامد، عشان هاخدها. يعني عسل، عسل والله. طيب، يالّا بينا. طيب ماشي، أنا فاتح cases كتيرة، طيب خلّينا نبدأ بالحاجات اللي هي international، وبعد كده أوريكم الcases بتاعتي. again كل اللينكات دي هattach it كFigma، يعني هو عادي. أبعت لكم الlink بتاع الproject. بسم الله الرحمن الرحيم، كنت عايز أقول إيه؟ يعني يمكن ده من أكتر الdocuments اللي بالنسبة لي بتcover كل الlogic الكويس وكل الinformation architecture المضبوطة. برضه إن أنت تبني your own portfolio، دي من الحاجات اللي بتعلّم جدًا، جدًا، جدًا. لإن again دي من الحاجة اللي بتخلّيك تعرف تبيع للclient بطريقة مضبوطة. again مش قصدي البيع الfake، البيع اللي هو بتورّيه الlogic behind الprocess وإلى آخره. فده هنا هتلاقي معظم الdata اللي محطوطة it has a meaning. المسافات مثلًا ما بين السطور بعيدة عشان يريحك في القراءة، هنا في تعريف واضح بسيط، في هنا بيvisual الكلام اللي هو بيقوله، فبيدّيك snippet من الteam إلى آخره والenvironment. كل حاجة عشان مش عايز أقعد أحلّله كامل. كل حاجة بجد يعني أقدر أقولها في الdocument ده إن هي مدروسة بعناية جدًا، ومصممة إن هو ياخدك يعني واحدة، واحدة step by step، ويفهّمك كل نقط القوة اللي موجودة عنده. هنا مثلًا بيقول لك how this works. فمثلًا عندنا هنا بيقول لك إن الprofile ده هياخد 8 دقايق قراية، فدي مثلًا من الحاجات المهمة جدًا لمّا تعمل أي documentation. ما ينفعش تاخد العميل إن هو يالّا بقى تعالَ نقعد، وتقوم قاعد كده فاهم، وتفتح رجلك وفاهم وتفتح لأ، هو الراجل ده بتاع businessman لازم تتكلم معاه نفس لغته زي ما قُلنا. نقول له بعد إذن حضرتك إحنا هناخد من وقتك 10 دقايق نشرح لك الproject ده.
فده هنا guidance مهم أوي إن أنت تبقى مُقدّر أو فاهم وقت اللي قدّامك، فدي هنا بيقول لك إن هو في 10 steps إن هو how this works. first step مش عارف إيه trust the process. هنا بيقول لك ال10 steps. البتاع ممنهج ومنظّم ويعني جميل جدًا. الحاجات دي طبعًا فيها حاجات animation وكلام جميل. فده من أكتر documents اللي تذاكرها كdesign direction بقى تتعلم فعلًا من الناس الشطار. إزاي بيرتّبوا أفكارهم، بيرتّبوا الvisual بتاعهم، بيعرضوا شغلهم إزاي إلى آخره. لكن ده reference كويس أوي للportfolio ولفكرة الsteps أو الprocess اللي هم بيعملوها. دي من الحاجات اللي ذاكروها كويس. طبعًا Figma يعني دي على جنب زي ما قُلت أكتر من مرّة. Figma بقت من الtools يعني ضروري تبقى في الset بتاعتك زيها زي الphotoshop والillustrator إلى آخره. دي من الbrand studies الحلوة هي وContra وZapier. خلّيني Contra هو أكتر واحد فيه content. ده هنا يعني بيورّيك حرفيًا. تعالَ نبتدي من الpositioning. الpositioning يعني أنا بالنسبة لي من الحاجات اللي بتlead أي branding project. يعني هو ده اللي بيدّيك أفكار تبتدي من ساعتها هنا تvisual. يعني على أساسها بتقول والله أنا حد premium وعايز أبقى في الniche الفلاني، باتكلم بالطريقة الفلانية، الtone بتاعتي الفلانية. فساعتها الترجمة إن أنت تختار font بالعرض أو condensed دي المفروض تبقى driven by الpositioning أو driven by الnarrative أو الpersona أو إلى آخره. لإن ده هتلاقيه مثلًا ممكن يبقى شخصيته معقدة artistic مش عارف إيه الكلام ده كله. ده هنا هتلاقيه لأ، في واضح وnormal. ده هنا مثلًا في exaggeration، في سيطرة، في expansion، في قوة، في ثقة وإلى آخره. فكل الكلام ده المفروض إن هو يبقى نابع من شخصية الbrand والpositioning. تلاقي هنا بقى بيتناولوه في صيغة كلام، في يعني هنا هتلاقي هنا الarchetypes وهتلاقي حاجات كتيرة أوي related للstrategy. فدي من الحاجات اللي ذاكروها عشان تعرفوا بعد sorry ال بعد ما تلخّص كل الحاجات اللي في الbrand positioning الpillars الvalues إلى آخره، هتلاقي الترجمة بتاعة الكلام ده كله. الstep اللي بعديها المفروض إن هو الmessaging والmood boards بتبتدي تعمل مع الclient اللي هو والله هنروح في السكة اللي هو مثلًا دي الvalues بتvalidate معاه الكلام. ده برضه عشان هو اللي بيbuild الحاجات بعديها. أنا بس عايز أjump quickly عشان أورّيكم للvisual part. ده هنا بيسموها الexplorations أو الinitial directions. دي اللي أول حاجة بتطلع، وللأمانة ده المفروض المنظر الطبيعي لأي brand designer. عشان تفهموا إن الشغل الجامد اللي بيطلع هنا أهو ده مش بيطلع من one round ولا من one designer ولا إلى آخره. ده بيتعمل بteams كتيرة وفي ناس بتexplore بمليون طريقة. explorations ألوان، typography، patterns، compositions name it. فيمكن ده هنا يinspire you big time إن شاء الله إن أنت تبقى فاهم إن هو لأ، يعني مش باخش باعمل هوبا layout وشكرًا. لأ، هنا بexplore كل الaspects اللي أنت تتخيلها من typography لelements إلى آخره. بس برضه عشان نكون fair ده مش شغل بني آدم واحد، ده شغل فريق كامل. وده شغل على يعني أعلى standards في العالم، فطبيعي إن هم يعملوا كده. بس خُدهم كreference للprocess بتاعة شغلك. ده هنا بقى يعني إلى آخره. بيبتدي هنا بعد الexplorations دي بتبقى round 1 مثلًا. بتبقى هنا الدنيا منظمة، بيشرحوا الideas ويعني بيبقى في build up كده مضبوط. وهكذا. فده تاني good reference بالنسبة لي خلّينا نقول branding framework أو الprocess كلّها starting من الpositioning والstrategy للmood boards للinitials الinitial directions. بعد كده تعرف برضه الpresentation بتتعرض إزاي إلى آخره. ز طبعًا، لأ هي موجودة أصلًا مش بتاعتي.
أنا كنت هانظّمها بس خلّيني عشان لو حد عايز يذاكر على طول. أنا مش عارف حطيت contra والّا لأ، خلّيني ده contra، ده westbound وده process. Zapier. ده يمكن من أحسن الbrand books اللي شُفتها. اللي زيادة عنّه إن هو عن أي guideline إن هو فيه summary كده لذيذ للbrand book والbrand culture والvalues إلى آخره، لحد قبل ما نخُش على الجزء اللي هو الtechnical اللي هو الlogo، يعني اللي هو عندك الbrand foundations إلى آخره. هتلاقي كلام similar أوي اللي موجود في الكتاب اللي هنا. فدي من الحاجات اللي أعتقد تهم أي حد بيشتغل brand strategy مع brand designer. دول يمكن زي ما قُلت لكم من أكتر الreferences اللذيذة أو اللي بتعلّمني باخُش شوية كل فترة أشتغلها. نم، 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 نم. بُصّوا، يعني إحنا بقى كاستوديو بنشتغل طبعًا يعني على أي collaborative tool. Figma اعتمدناه عشان هو فيه جزء design، فيه جزء animation، فيه جزء لذيذ أوي. دي يمكن الprocess اللي إحنا بقى بنمُر بيها لحد ما من أول الinitial ideas، اللي هو خلّينا نقول creative directions. تقول والله هاشتغل على مثلًا حاجة micro directions، هاشتغل على حاجات ليها علاقة بالDPI، يعني ما علينا. دي هنا بترُص الأفكار اللي عندك، وبعديها بنعمل خلّينا برضه by the book. إمم. طيب، هنا في الprocess دي يمكن نفس الprocess اللي إحنا بنمشي بيها، ولكن عندنا إحنا في الإستوديو مختلفة شوية. طيب، إحنا هنا بنمشي على 5 steps. دي من بقى خبرتي المتواضعة البسيطة. دي يعني أكتر حاجة مساعدانا، ودي الactual واللي بتحصل، يعني ما باحطش step مش موجودة. الalignment اللي هو حاجة شبه اللي هنا، اللي هي conducting research اللي هي موجودة هنا في Figma. إن أنا هنا باذاكر كل البراندات في هذا القطاع الinternational والlocal. ده هنا كان براند في أمريكا، فبنذاكر كل الحاجات اللي شبهه. بنذاكر هُم بيتكلموا إزاي، أو الart direction بتاعهم على السوشيال ميديا. كل الكلام ده بتدّينا insights إن إحنا نعرف الgap ما بين البراندات فين. يعني هنا مثلًا ممكن نقول ما فيش أي حد بيتكلم بطريقة funny. طب how about يا جماعة إن إحنا نخلّي البراند يقول whatever اللي هو عايزه بس بطريقة مثلًا funny ولذيذة. دي لو هاتكلم بس على الpersona أو الtype أو هاقدّم نفسي إزاي. هنا برضه إزاي باعرض نفسي كads. الكلام ده كل ده بيكوّن الشخصية، اللي هو الدنيا فاضية فين، بحيث إن أنا أبقى فعلًا مميز، ما ابقاش شكلي شبه الناس again برضه بنذاكر البراندات إزاي بيتواصلوا مع الcustomers بتوعهم. دي كانت حاجة medical، هتلاقوا حاجات يعني شكلها طبية وكده. موضوع الarchetype ده من الحاجات اللذيذة تذاكرها يعني، بغض النظر بتعتمدها أو ما تعتمدهاش. مهم تذاكرها. في اللي هم ال12 archetype اللي هم بتوع يعني المُعترف بيهم ما بين يعني brand strategists كتير. ده هنا التفصيلات بتاعتهم. تكتبوا ببساطة brand archetypes على جوجل هيطلع لك الsearch ده. هنا كنا بنeducate الclient إن هو أنت إيه الcharacter بتاعك وسط الكلام ده كله، عشان بس كان الbrief كان صعب شوية. يا خراجي. بنتعلم. الله يخليك يا رب. يالّا. والله freestyle أو شخصيتي، جانب تاني بيحب الold school hip hop.
روبي أيًا كان أنت ولد والّا بنت يعني أسئلتك صعبة أوي، فابعت لي برضه على فيسبوك أو على إنستجرام إن شاء الله أرد عليك. في كمية معلومات تتقسّم على كذا session. طيب إن شاء الله هنعمل session تانية للportfolio لإن دي بصراحة من الحاجات أو خلّينا ما نقولش portfolio بس، يعني خلّينا نقول إن هي الkit بتاعتك كbrand designer لإن دي أكتر حاجة إيه، تقدر تتمرّن عليها. يعني أنت بتبقى عميل، فبتقدر تكسر القواعد وتعمل حاجات كان نِفْسك تعملها، تجرّبها، فبتexplore براحتك. فزي ما كان حد بيقول تعمل مشروع وهمي، خلّي أنت الbrand بتاعك أو ظهورك، الbehance بتاعك إلى آخره، كل الtouch points اللي إحنا قُلنا عليها تكون branded لمستوى عالي أوي، بحيث إن الclient يثق فيك نَفْس الثقة اللي أنت واثقها في نَفْسك، وتبقى منظّم إلى آخره. آمم الله يحفظك. شكرًا، شكرًا. فخارج السياق الإنجليزي بتاعك ما شاء الله كيف طوّرته. من زمان باتفرّج على هاري بوتر وحاجات هبلة كده، يعني بس الإنجليزي مهم أوي يا جماعة، يعني من الحاجات اللي هو لازم سيبك بقى مش لازم تكون perfect والaccent بتاعتك فظيعة، بس عشان في resources كتيرة يعني في كورسات على domestic أنا ما كتبتوش عشان هو ده المفروض اللي هو زيه زي يوتيوب بالنسبة لنا إحنا كdesigners وartists. domestic عشان لو ما حدش عارفها. ده عليه يعني أجمد الفنانين وأجمد الdesigners عندهم بيدّوا workshops to the point. ادّي في الcreative coding عبده حسنين بصراحة مُرعب. لو حد طيب آه، آه، أنا حضرت له الورشة بتاعته الأخيرة اللي هي كانت مع كُتيب مع عبده مع عبده محمد، كانت تحفة بصراحة. وأعتقد إحنا كنا في 5 من عندي في الagency حضروا يعني، فكلّهم الحمد لله استفادوا يعني. كتّر خيره وهو بيعرف يشرح أوي ومنظّم كده وجميل بصراحة. يا الله يكرمكم. لو الproject بياخد من 4 ل6 أسابيع الclient بيشوف glimpse من أي حاجة، طبعًا. طمّن الclient كل شوية، بس مش لازم تحرق له يعني البتاع فاهم. آمم وagain يعني ساعات بنعمل في clients بتبقى قلقانة فلازم تطمّنها، وفي clients بيبقوا واثقين فيك فعادي، فدي depends على المشروع. إزاي أقنع العميل باللوجو، يبقى اللوجو وراه معنى وشعور بيوصّله. لو أنتِ مذاكرة الproject كويس أوي وتعبتِ فيه، أنا من الhacks اللي أنا باعملها إن أنا I don't rehearse أي presentation. يعني مش باقف قدّام المراية أقعد أتمرّن، لأ. أنا بقى لي مثلًا شهر شغّال في المشروع ده، فلو ما عرفتش أتكلّم عليه أو أعبّر فيه عن طريقة كويسة يبقى أنا ما اشتغلتوش أصلًا، لإن أنا بقى لي شهر بانحت فيه، فأكيد يعني I have something to say. ف لو هو سَوِي عشان فعلًا في clients متعبين شوية. لو حد ليه تعامل مع Figma يا شباب، هو الanimation اللي ظهر دلوقتي ده بيتعمل على Figma والّا مجرد فيديو؟ لأ، فيديو معمول برّه وبس ضايفين الMP3 أو الMP4 sorry. أورّيهم موتورات لأ. أنتم بتشتغلوا الbranding كامل على Figma لأ presentation بس، يعني مش دايمًا في حاجات بنشتغل على Figma بس مش دايمًا بصراحة قليلة. منين بتجيب الcase studies؟ هي أحسن حاجة right aligned، يعني ده أحسن case study. إزاي باختار أسئلتي مع الclients؟ يعني ما فيش أسئلة معيّنة، أنتِ بس لو فعلًا اهتميتِ وبقى عندِك شغف بالمشروع هتلاقي الأسئلة بتظهر، ولو في عندِك اهتمام هتلاقي الأسئلة بتظهر. بس طبعًا يعني حضّري نفسِك على ChatGPT، فكّري، جرّبي. يعني again والله يا جماعة لو قريتوا الكتاب ده أقسم بالله لا يبقى عندكم مليون سؤال ومليون معلومة ومليون حاجة يعني تقرقش بيها أي client في أي قعدة. link الportfolio عادي هابعته بس هو ما فيهوش أي حاجة قوية يعني.
عبد الرحمن ابعت لي يا عبد الرحمن عشان انت برضه سؤالك كان عميق انا فاكره. فيجما تحفة. لو على السيشن الجميل الله يحفظك. استفسار ما تشبع السوق دلوقتي، هل التوجه ناحية اللوجو تايب بدل الايكونز، ولو بدأ اللوجو تايب مش. لأ، ما فيش توجُّه، أنت يعني again أنت اللي يعني ما كانش حد محتاج الiPod ولا كان حد محتاج الكلام ده كلّه، أنت يعني بقوة المحتوى اللي عندك والstyle إلى آخره، أنت اللي بتفرض على الclient إيه الstyle المتاح يعني. طبعًا بغض النظر الbrief ممكن يكون مناسب ليه logo type مش icon وهكذا. حاضر، اللينكات كلّها هتتبعت، لو في أي حاجة يا هشام أنا سقطتها من اللينكات الله يحفظكم، الله يحفظكم. إزاي أقدّر نفسي ماديًا لو هاجي أشتغل في مكان في السوق المصري كbrand designer متوسط مش senior؟ لأ، بصراحة ما أعرفش، دي معادلة إحنا كلّنا تايهين فيها والله. الله يكرمكم، شكرًا، شكرًا. الله يحفظك، الله يحفظك. ده Instagram link حاضر. قُلت السؤال بتاع case study. دايمًا باحس إني باحب أكتر أعمل لوجوهات والpattern custom illustrations. ابعتي لي أو ابعت لي يا زيوز. ابعت لي. الله. ماشي، يعني بس brand director ده title تقيل شوية، يعني ده لازم تبقي محتاجة فاهمة business أوي عشان تعرفي تlead الbrand يعني. هل لازم أكون باذاكر؟ الmarketing ده برضه يعني زيه زي الstrategy يعني again مش لازم تتعمقوا فيه، ولكن لازم تعرفوا يعني إيه تتكلموا marketing. ده حبيبي، حبيبي هنخش بعد ما نخلص. اسم الكتاب اللي هو design design branding identity. والله أنا ما بقيتش أتغذى بصريًا، بقيت باتغذى على حاجات تانية. والله. طيب اسم الواي فاي. طيب جميل، يعني أتمنى أكون فدتكم بأي حاجة. again في عندي فيسبوك وفي عندي انستجرام، لو حد عايز يبعت لي حاجة ضروري يبعت لي، وبإذن الله هشام بقى يعني يظبط لنا إن شاء الله سيشن تانية. يعني أنا واتبسطت باشكرك بيكم. جدا والله يا أستاذ علي. الخير. شكرا 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 لوقتك وشكرا لمجهودك، وآسف بجد والله على التعب اللي حضرتك تعبته النهاردة. بجد الفيدباك لا الطلبة ما شاء الله، يعني شكرا جدا. والله شكرا لكم جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين، وأهم حاجة كفاية مذاكرة وابتدوا تطبيق وconsistency، افتكروا الكلام وإن شاء الله ربنا يوفقكم وييسر لكم الخير.